اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جدير سبورتس في كل مكان واكونت جدير 99 على التيك توك والانستجرام. معاكم محمد جد الله، والنهارده ان شاء الله عندنا حلقه جديده زي ما وعدنا حضراتكم امبارح على الجروب. هنتكلم فيها عن اخبار كتير جدا، احداث تخص الاهلي والزمالك والمصري والمنتخب المصري واخبار افريقيه ومحليه تهمكم جدا جدا. عشان نتواصل على حضراتكم او اي حاجه اشتغلوا لايك سبسكرايب للقناه وادعموا صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم محمد جد الله، وعلى التيك توك والانستجرام باسم جدير 99. وما تنساش نصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. فيلا بينا يلا بينا. اولا كده عايزين نبدا مع حضراتكم باول خبر، نتكلم اخبار الزمالك ان هو طبعا عليه الاحداث وعليه مشاكل وعليه الكلام الكتير، وبعد كده نتكلم عن النادي الاهلي ان هو المستقر اكتر يعني. فاول حاجه نادي الزمالك، اول حاجه ان هو بيتفاوض مع الياس الجلاصي صانع العاب النادي المصري، وعمل التصريحات الاخيره مع الاستاذ مهيب وكانت عملت اثاره من الجدل، وقال لك لعيبه الزمالك ما عندهم مش لا يقدروا قيمه التيشيرت، وان نادي الزمالك نادي كبير واللعيبه مش عارفه القيمه، وان انا افضل الزمالك لو خاوي من الزمالك ومن الاهلي. وطلع عندنا النادي المصري نزل بيان دلوقتي واكد ان هو اللعيب وقع في التصريحات دي، ومهيب ما كانش بيذيع بعد كده قال اللعيبه احنا مش بنذيع التصريحات، فحصل لغط كده، فاللعيب يعني وقع في التصريحات وبين ان هو ميول لنادي الزمالك. فالزمالك بيكثف المفاوضات معاه الفتره الاخيره قبل من فتره، ولكن كثفها الفتره الاخيره، لعيب مهم جدا جدا واتمنى ضمه للزمالك انه لعيب مهم. الجزء الثاني برضو الزمالك بيكثف مفاوضات مع محمود حماده وسط ملعب المنتخب افاركو والمنتخب المصري اللي لعب في الماتش الاخير مع غينيا، كان متالق ولعيب كويس جدا بصراحه، وفاركو راس 40 مليون جنيه قيمه بيع اللعيب لاي نادي في دوري مصر. الزمالك فعلا دخل في الموضوع بشكل كبير، ويعني هيخفض طبعا المبلغ مقابل اثنين لعيبه وممكن 20 مليون او 15 مليون، ده برضو اللي بيتكلم او بيكون دارج الفتره الاخيره. ده بالنسبه لصفقات الزمالك البارزه حتى الان، ولكن خلينا نتكلم بقى عن الاهم الزمالك الا وهو تصريحات نادي الزمالك، وهل زيزو وفتوح يرحلوا ولا لا. تصريحات الاستاذ مرتضى منصور احمد مرتضى منصور تصريحات غريبه جدا في وقت غريب مش اي معنى ولا اي قيمه. اولا مرتضى منصور لك انا اللي بقيت متعين المجلس عيني على الاشتراكات وعلى اداره الزمالك وعلى ادارات كتير جدا في النادي، وانا متحكم في الاداره، وان انا هضيف الزوجه الثانيه في النادي، وان الجون بتاع محمد عبد المنعم جون جيب السحر، وكان كلام طبعا من هذا القبيل اللي حضراتكم عارفينه، وان الكلام يعني بلا يقدم ولا بيأخر، وسيظل الزمالك اذا في وجود هذه الاداره. انا اكتشفت بقى بعد فعلا المؤتمر اللي عمله اول امبارح بعد فوز الاهلي بافريقيا ان بالظبط واحد عمال ياخد انجازات ويطلع سلم فوق الثاني بيكسر ارقام، وواحد تاني عمال ينزل بتصريحات وبيدهور اسم نادي الزمالك نادي كبير معاه. فاتمنى من كل رموز الزمالك الكبار، كابتن حسن شحاته، الكابتن احمد سليمان، الكابتن العتال، ناس كتير جدا المهم انا عندي اختلاف عليهم جدا كبير، اللي كان في برضو منهم اسباب كتيره جدا في وقوع النادي فتره من الفترات، اذا كان هاني العتال او ممدوح عباس او هذه الاسماء تعتبر رموز الزمالك، ولكن حان الوقت برضه لظهور الكابتن حسين لبيب، لظهور العزيز من العناصر ان هم كلهم يقعدوا مع مرتضى منصور على قعده صلح وطاوله واحده ويحطوا مصلحه الزمالك اولا. واحد يقول لي انت بتتكلم ليه كده؟ اقول له ان الزمالك فعلا جمهور الزمالك مش بايده حاجه، ان كل الموضوع في ايد الجمعيه العموميه، وعاجبها مرتضى منصور الجمعيه العموميه كل يهمها ترابيزه وحمام سباحه ودنيا حلوه خلاص، توظف النادي توظف بقى في اداره الكوره ما يهمناش، كده كده بيعملوا اللي بيعملوه، ولكن الجماهير يهمها الشغل الاول والاخر البطولات مع جميع الفرق الرياضيه، وده النادي الفتره الاخيره مش بيحققه. فشل كبير جدا بعد نجاح موسمين من الدوري الممتاز وتحقيقهم على التوالي وكاس مصر، كان ممكن تبني عدد تجيب فرق اقوى وتكمل، بدل ما تجيب دوري يبقى دوريين 3 4 5 تستحوذ شويه تاخد افريقيا. ولكن افريقيا وهذه البطولات الاستمراريه لازم بوجود مدير فني قوي جدا على المستوى الاول على المستوى الرفيع، وجود جهاز فني قوي جدا، وجود ناس بتشتغل بشكل كبير، اداره هاديه، فلوس، لعيبه قويه وتقيله جدا، مش الاسماء اللي موجوده في الزمالك مع احترامي لها جميعا بلا استثناء الونش وفتوح وزيزو والباقي كله يعتبر كسر من الدرجه الاولى. الشق الاول بالنسبه لتصريحات الاداره. نخش على جزئيه ثانيه مهمه جدا، هل فتوح هيمشي واحمد زيزو؟ فعلا كلام كتير جدا على لسان الكابتن اسامه نبيه ان في عروض لهم، بالفعل جالهم عروض من الدوري القطري والدوري السعودي، ولكن انديه مش معروفه قوي، ولكن زيزو جاله عرض بمبلغ مالي كبير ب 3 مليون دولار في السنه، نادي في الدوري السعودي، وفتوح برده في النادي القطري عرض ب 2 مليون دولار. يعني انا شايف برضو ان هم هيمشوا زي ما مشي ساسي، زي ما مشي امام عاشور، زي ما مشي طارق حامد، زي ما النجوم كلها، زي ما بن شرقي مشي. طبعا تم تصفيه الفرقه بنجاح من 2020، كانت فرقه قويه جدا، هي افريقيا هوبا كل حاجه طارت وكل فرقه اتصفت، فمتوقع ان هم يمشوا لو في حاله ان مفيش استقرار مفيش فلوس. وطبعا يعني انت مستني من الفرقه ايه؟ ان كل ما انه الرئيس يتكلم مفيش فلوس الدنيا بايظه، ما هنعمل ايه وحجز حجز. انا واحد لو لعيب في نادي الزمالك واسمع كل ده، طب انا ليه بوجع دماغي ليه؟ طب اروح بره احترف واريح دماغي واخد فلوس واريح دماغي وانا كده كده اسم معروف.
فالدنيا مش هاديه في الزمالك، الاداره مش مستقره. ولكن نقطه بيضاء في وسط الظلام ده كله، الكابتن احمد حسام ميدو على الظهير الاخر بيحاول بيتكلم مع شركه راعي، شركه نايل للعقارات اللي هي الراعي الرسمي للزمالك، بيحاول يجيب عروض، بيحاول يعني يتفق مع بعض ليه، ولكن عايز منظومه معاه عشان تقدر تنجح بشكل كبير. دايما يخص الزمالك وصفقاته والدنيا زي ما قلت لحضرتك، الزمالك ماشي على بعض الصفقات بيحاول يخلصها، ولكن اهم حاجه الفلوس والماني بشكل كبير. دايما يخص الزمالك كل ما يتعلق بالزمالك ودنيته. برضه اوزيرو يعني ماشي، الدنيا ماشيه معاه، بيحاول يطور من اللاعبين اللي فيهم امل، ولكن الراجل واخد حوالي من 9 ل 10 لعيبه هيمشوا، اولهم سامسون، على رؤى، على سيسا، على ما هذه الاسماء التي لا تمثل اي درجه من درجات القيمه الفنيه لنادي الزمالك بشكل كبير، مع احترامي ليه. دايما يتعلق بنادي الزمالك وما يتعلق باخباره. وهنخش بقى مع حضراتكم على النادي الاهلي واخبار عن المنتخب المصري الفتره الاخيره. فيلا بينا يلا بينا كل اخبار نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك. ولكن في عندنا خبر اخير برضه احنا نسينا نتكلم عنه، ان الزمالك هيجدد مع سيف الدين الجزيري لغايه عام 2025، جدد مع العقد خلاص بشكل، وتم انهاء المشكله اللي كانت بينه وبين الزمالك. وبرضه سيف فاروق جعفر هيجدد لمده 4 مواسم بقيمه 8 مليون جنيه في السنه. ده اخر يعني حاجه مضيئه برضه في وسط اللي احنا بنسمعه عن الزمالك. فده انهوا الزمالك مع سيف فاروق جعفر بشكل كبير جدا، وخلصوا الموضوع بدل ما يتكرر مع يوسف اسامه نبيل، وخلصوا الموضوع مع سيف الجزيري، وخلاص الراجل مضى مع الزمالك وانتهت المشكله. ده كده كل الاخبار صفقات كل ما يتعلق بالزمالك والدنيا اللي دايره حواليه. هننتقل بقى مع حضراتكم على النادي زي ما نوهت لكم، وهنتكلم عنه بشكل مفصل. فيلا بينا نخش بقى مع حضراتكم على اخبار النادي الاهلي وكل ما يتعلق بالنادي الاهلي. اول حاجه طبعا خبر مهم جدا جدا، هو دوري السوبر ليج الافريقي والارقام 15 فريق. طبعا بيقولوا ان النادي الاهلي هيكون موجود فيه كتصنيف اول، والبطوله ستقام يوم 15 يوليو. طبعا خبر صار جدا جميل، النادي الاهلي هيكون في مكافاه كبيره جدا في الفائز بالبطوله، ولكن الاهم ان الزمالك خارج الصوره وخارج البطوله، لان البطوله دي بتجمع بين اقوى فرق في افريقيا، عشان فعلا نشوف اقوى حاجه فعلا في الدوري سوبر ليج، بدل ما تجمع بطوله افريقيه بيكون بس بطوله واحده، نشوف اقوى فرق فعلا بناء على ارقامه الاخيره وتصنيفاته عشان نقدر نشوف بطوله قويه. ده اول حاجه تخص النادي الاهلي. الخبر الثاني تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، اتكلم عن نادي الزمالك بشكل كويس، واتكلم عن زيزو وفرجاني، قال لك ان زيزو لعيب كبير وما كانش يبقى كبير لما كان تواجد في الزمالك، كلام كويس يعني. وبرضه اتكلم عن فرجاني سياسي ما كانش فيه مفاوضات، والنادي الاهلي نادي كبير. وبرضه في ده بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ. في خبر ثاني برضه مع النادي الاهلي، ان في النادي الاهلي هيعمل احتفاليه بسيطه كده، هيكون موكب، هيكون من فرع نادي 6 اكتوبر لفرع التجمع لفرع النادي الاهلي في الجزيره. هيكون موكب كبير يضم كاس افريقيا لكره القدم وكاس افريقيا لكره اليد، والموكب هيلف يعني شوارع القاهره بعربيه طبعا فيها ترمز لشكل النادي الاهلي وتاريخه وهيئته، وهتلف القاهره يعني من 3 فروع. ناس كتير بتقول لي امتى؟ هيكون خلال 10 ايام او اسبوع من النهارده الاهلي بيجهز لهذه الاحتفاليه، واحتمال يكون في احتفاليه ضخمه تضم الاحتفال بالدوري بافريقيا وكل البطولات اللي جمعها مارسن كولر. ده اول حاجه النادي الاهلي. الحاجه الثانيه خاصه النادي الاهلي برضه، العروض اللي هتتهافت على حسين الشحات، على عبد المنعم، على الشناوي، على حمدي فتحي، كلها عروض ضخمه جدا. اول حاجه الشناوي، النصر عرض عليه حوالي 4 مليون دولار للاهلي. نادي الاتحاد اهلي جده بيعرض على الشناوي برضه حوالي، العرض دخل في 100 مليون جنيه. نادي الوكر الاماراتي خلص مع حمدي فتحي بحوالي 8 مليون دولار. عبد المنعم موجود عليه في النادي الاهلي جده بعرض ب 12 مليون دولار، واسهم فيلا عرض برضه عرض حوالي يقارب 5 مليون دولار. عروض بتتهافت على النادي الاهلي. حسين الشحات معروض عليه من نادي العين مره ثانيه، تفاوض معاه بعرض يوصل ل 4 مليون دولار. عروض كتير جدا للعيبه النادي الاهلي طبعا بعد التفوق الكبير واللمعان في نهائي افريقيا، ويعني طبعا ملحمه كبيره جدا ابرزت لجميع الشعوب العربيه والدول العربيه النادي الاهلي نادي كبير في ان هو فوزه على الوداد هناك على ارضه، يعني مش فوزه، يعني خد البطوله من قلب الوداد وجماهيره. وطبعا يعني كانت صقر بشكل كبير جدا بعد ما خسروها السنه اللي فاتت، الاهلي قدر ياخد البطوله من نفس الملعب على قدام نفس الجماهير. ده الشق الثاني. الشق الثالث برضو ان النادي الاهلي يعني اتكلمنا عن الاحتفاليه، ان كولر برضو النادي الاهلي جدد معاه العقد معاه بشكل كبير، وزوده وعمل له مكافاه كبيره حوالي 500,000 دولار مكافاه. والنادي الاهلي برضو عمل مكافاه كبيره لجميع اللاعبين، كل لعيب بقيمه نص مليون جنيه كمكافاه ليهم على بطوله افريقيا. والنادي الاهلي اللي ماشي بخطه ثابته، ماشي بتكتيك كويس. وبرضو زي ما اتكلمنا ان هو النادي الاهلي بيتفاوض مع محمد رضا بوبو، خلاص لما نزلنا على الصفحه بشكل كبير هيخلص الكارت من بيراميدز مقابل حسام حسن ومحمد شريف بشكل كبير. كلام برضو بيقول الزمالك هيبقى بيفاوض محمد شريف، واكد مفيش حد اتفق مع النادي الاهلي. فيعني الارقام بتقول كده والاحصائيات بتقول كده، بجانب برضو ان النادي الاهلي بيجهز برضو لمهاجم افريقي كبير جدا هيجيبه الفتره الجايه في الانتقالات الصيفيه.
ده كله متعلق بالنادي الاهلي، باخبار النادي الاهلي، بكواليسه، بدنيته. طبعا مبروك طبعا ليه زي ما اكدنا في اللايف الاخير على النادي الاهلي وتفوقه في البطوله الافريقيه على وداد. نخش على اخر حاجه معايا عشان متوقعش مع حضراتكم، هو المنتخب المصري اللي هو فاز على غينيا بهدفين مقابل لا شيء، وصعد بشكل رسمي بالعلامه الكامله باول مجموعه لتصفيات افريقيا كوت ديفوار 2024. ارقام كويسه لفيكتوريا، بيحقق ارقام كويسه على المستوى الفني، راجل كويس عاجبني الاداء، ولكن الفتره الاخيره الماتش الاخير ده كانش اداء كويس خالص، ولكن هو راجل بيحقق الفوز وبيحقق المطلوب منه. برضو خبر تاني بالنسبه للمنتخب، ان لعيبه المنتخب المصري صورت مع محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاده بعد المباراه، يعني في اجواء كويسه، وصلاح كان حالته النفسيه كويسه. ده متعلق بمنتخب نادي الزمالك، منتخب مصر، النادي الاهلي، كل ما يتعلق بالاخبار الاخيره على الساحه الرياضيه. يتمنى ان شاء الله التوفيق للاهلي والزمالك في الفتره القادمه، والنادي المصري والاسماعيلي الناس تفوق، وبلديه المحله طبعا لما صعد وهنشوف دوري كويس، وزد صعد، جونه صعد، ال سويرس هيبقى هيضخوا فلوس كويسه في الدوري، هنشوف دوري قوي الى حد ما الفتره الجايه. كده يكون وصلنا لحد نهايه الحلقه، وجمعت لكم الاخبار بشكل كامل وشكل سريع. كده وصلنا لحد نهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه مش تعمل لك سبسكرايب للقناه، وده صفحتنا على فيسبوك باسم محمد جد الله، وجدير سبورتس، وجدير سبورتس 99 على التيك توك والانستجرام. يعني كده محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في حلقه قادمه. سلام.